لو لسه بتعملي السمك بالطريقه العاديه فالطريقه ديت ليكي. تعالي بسرعه وهاتي معاكي اي نوع سمك عشان هنعمل له تتبيله خطيره. معايا كده تقريبا راس من التوم، انا التوم اللي عندي مفروم فاخدت منه كده كام قطعه. وكمان معايا هرسه الفلفل الاحمر، نقدر نحط فلفل عادي ونضربه معاها او معلقتين زي ما انت شايفه كده. عصرت بقى 3 ليمونات، نزلت بمعلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من الكمون ومعلقه كبيره من الكزبره. هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وكده بقت معايا خلطه جباره. تقدري تضيفي عليها نص حزمة شبت، بتبقى طعمها حلو جدا، بس انا ما كانش متوفر عندي. هتبل بقى السمك بتاعي، والتتبيلة دي تنفع مع اي نوع سمك، سواء سمك بولتي او سمك حتى هيتعمل صينية بتبقى خطيرة. بعد كده بقى حضرت معايا كوبايتين من الدقيق، حطيت عليهم نص كوبايه من النشا، رشه ملح بسيطه. قلبي الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وسيبي السمك بقى يتبل كده لمده ساعه. وبعد كده نزليه بقى في الدقيق وغطيه كله بالدقيق بالشكل دوت. حطيه بقى في قلب الزيت على النار واستني لحد ما الزيت يسخن معاكي. وطبعا انا بحط شرايح الليمون اللي انا عصرتها مع التتبيله، بحطها في السمك علشان منع